السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض سامبل تيست 8. هنحل نموذج الامتحان الثامن من ملحق كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية ترم أول منهج جديد. فياريت قبل ما نبتدي الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. أول سؤال معايا سؤال نص الاستماع listen and write true or false. أول واحدة بيقول دينا and دنيا. دينا ودنيا work in a community garden، بيعملوا في حديقة مجتمعية. هيبقى كلام مظبوط، هنقول true. Number 2 they grow vegetables، هم بيزرعوا الخضروات for people للناس in the local area، في المنطقة المحلية أو المنطقة اللي هم عايشين فيها. هيبقى كلام صح، هنقول true. Number 3 the community garden، الحديقة المجتمعية is bad idea، يعني هي فكرة سيئة. طبعا كلام غلط، هنقول false. Number 4 the plants، النباتات help to clean، بتساعد على تنظيف the air، الهواء in the city، في المدينة. كلام مظبوط، هنقول true. السؤال التاني listen and complete، برضو نص استماع. أول واحدة هنا دي محادثة طبعا بين زين وعلي. زين بيقول I am excited about، أنا متحمس لإيه؟ هيبقى about our vacation، الأجازة بتاعتنا يا علي. فعلي قال له me too، وأنا أيضا. Why don't we try، ليه ما بنجربش new؟ هنجرب إيه؟ طبعا نجرب new places، يعني أماكن جديدة. فزين قال له good idea، فكرة جيدة. there are lots of، يوجد الكثير من الايه، طبعا الكثير من things، الكثير من الاشياء to do in Cairo، اللي نقدر نعملها في مدينة القاهرة. فهو قال له should we visit، هل يجب ان نزور the museum first، يعني المتحف الاول. فهو قال له اوكي cool رائع. let's also go to the، يعني هيا ايضا نذهب الى ايه، طبعا park on Tuesday، في يوم الثلاث. يبقى طبعا هيروحوا theme park اللي هي حديقة الملاهي. فهو قال له that's a great idea، يعني هي فكرة جيدة. we will enjoy a lot، احنا هنستمتع كثيرا. بعد كده رقم 3 read and complete. هنا جايب ديالوج، محادثة بين عمرو ونهى باستخدام الكلمات اللي فوق. هنترجمها الأول. أول كلمة height يعني ارتفاعات. كلمة hill يعني تل. proud فخور. fear يعني خوف. vacation أجازة. هنا عمرو بيقول what are you doing يا نهى، انت بتعملي ايه يا نهى؟ فهي قالت له I am planning، يعني انا بخطط for our لايه، يبقى طبعا بتخطط for our vacation، للاجازه بتاعتهم. فهو قال لها how about visiting، ماذا عن زياره دوم اوف ابو الهوى، عن زياره القمه بتاعه دوم اوف ابو الهوى and climbing، ونتسلق ذا ايه، ونتسلق طبعا التل، يبقى climbing ذا hill. فهي قالت له it's not a good idea، هي مش فكرة جيدة. فهو قال لها why، لماذا؟ قالت له because، لأن I am afraid of، أنا بخاف من إيه؟ يبقى طبعا بتخاف من الهايتس اللي هي المرتفعات. هو قال لها you should، يجب عليك face، إنك تواجهي your إيه، طبعا يجب أن تواجهي your fear يعني خوفك and visit it، وتزورها. the view is incredible، يعني المنظر من هناك جميل. بعد كده رقم 4 read and match، سؤال التوصيل. اول واحده بيقول ماركو بولو كان ايه. 2 he went on، هو ذهب ايه. نمبر 3 tools are، يعني الادوات، كلمه ادوات بتكون معناها ايه. نمبر 4 a legend، يعني الاسطوره is بتكون ايه. تعال نشوف الاجابات. اول واحده رقم ايه بيقول a long voyage by the sea، طبعا يعني رحله بحريه طويله في البحر. يبقى طبعا he went on، هو ذهب في رحله بحريه في البحر، يبقى دي رقم 2. رقم B بيقول objects، يعني مواد we used to make، بنستخدمها في صناعة or do things، أو عمل الأشياء. طبعا دي اللي هي التولز، اللي هي الأدوات، يبقى دي رقم 3. رقم C بيقول a very old، يعني حاجة قديمة and famous story، وقصة مشهورة. طبعا دي اللي هي الليجند، اللي هي الأسطورة. رقم D بيقول was an Italian explorer، يعني كان مستكشف إيطالي. طبعا ده اللي هو مين؟ اللي هو ماركو بولو. تعالوا بقى نقلب الصفحة ونكمل حل الامتحان. بعد كده رقم 5 أول سؤال في الاختياري بيقول we need an adult، يعني احنا محتاجين شخص بالغ to not off the fireworks، علشان يشعل الألعاب النارية in the yard، في الحديقة when it's get dark، لما الجو يظلم. يبقى طبعا كلمة off بيجي معاها lit، يعني يشعل. رقم 2 بيقول a أو an person، يعني شخص is worried about، بيكون قلق talking to people، في التحدث مع الناس. طبعا ده الشاي، اللي هو الشخص الخجول. I want to، أنا أريد أن إيه the socks، السوق on Monday، في يوم الاثنين. طبعا كلمة socks اللي هو السوق بيجي معاها كلمة يستكشف، اللي هي explore. Number 4 a pharmacy، اللي هي الصيدلية is a shop، يعني هي مكان you can buy medicine، تستطيع شراء منها الدواء. طبعا هنا كلمة المكان طبعا بيجي معاه ضمير الوصل، اللي هو كلمة where. بعد كده رقم 6 سؤال القطعة.
هنا بيقول study for about 30 minutes يعني ادرس لمدة 30 دقيقة but no longer لكن ليس أكثر. If you try لو أنت حاولت to study إنك تدرس for hours لمدة ساعات without break بدون ما تاخد راحة you can't concentrate مش هتقدر تركز. When you have regular breaks لما يكون عندك بريك يعني فترات راحة منتظمة you remember أنت هتتذكر more أكثر. It's also better ده بيكون أفضل to study at the same time each day إنك تدرس في نفس الوقت كل يوم. People's brain work اللي هو مخ الناس بيعمل work better بيعمل بشكل جيد if they have a regular routine لو هم عندهم طبعا روتين منتظم. Also don't study when you are hungry أيضا ما تدرسش أو ما تذاكرش وأنت جعان. If you eat a healthy meal لو أنت أكلت وجبة صحية at lunch time في فترة الغداء you can work better تستطيع العمل أفضل in the afternoon في فترة ما بعد الظهر. في فترة ما بعد الظهر طبعا. It's helpful بيكون من المفيد if you write down لو انت كتبت a list قائمة of what you want to do يعني الحاجة اللي انت عاوز تعملها each time you study وانت بتذاكر. Then بعد ذلك you can check it تقدر انك تراجعها او تفحصها off in the list تدرس طبعا القائمة اللي انت عملتها when you finish عندما تنهي studying الدراسة بتاعتك and feel proud وطبعا تشعر بالفخر لما تنجز الحاجات دي. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. أول سؤال بيقول the main idea الفكرة الرئيسية للقطعة بتتكلم عن إيه؟ طبعا بتتكلم عن study tips طبعا اللي هي النصائح بتاعة المذاكرة. The underline word helpful كلمة helpful الموجودة تحت الخط means بتعني إيه؟ طبعا helpful بمعنى مفيد يبقى طبعا هتساوي كلمة useful برضو بمعنى مفيد. أسئلة الأنسر. أول سؤال بيقول what will happen if you study ماذا سوف يحدث لو أنت ذاكرت أو درست for hours لمدة ساعات without break بدون فترة راحة. طبعا مش هتقدر تركز يبقى هنقول you can't concentrate أنت لا تستطيع التركيز. Why is it good to study ليه بيكون جيد إنك تدرس at the same time في نفس الوقت every day كل يوم لأن طبعا هو قال في القطعة إنك لما بتدرس كل يوم في نفس الوقت وبيكون عندك روتين المخ بتاعك طبعا بيعمل بشكل جيد او بشكل افضل يبقى هنقول because لان people's brains مخ الناس work better بيعمل بشكل افضل if لو they have a regular routine لو هم طبعا عندهم روتين منتظم. How can food help you study كيف ان الطعام بيساعدك في المذاكرة. طبعا لو انت اكلت وجبة صحية بتستطيع العمل بشكل جيد يبقى هنقول if I طبعا هنا هو بيسألني انا فانا هجاوب عن نفسي بقول ايه if I eat لو انا اكلت healthy meal يعني وجبة صحية اللي هيحصل I can انا سوف استطيع work better ان انا اعمل بشكل افضل او بشكل جيد. بعد كده رقم 7 سؤال circle the correct answer اعمل دايرة حول الكلمة الصحيحة. هنا بيقول plants النباتات ايه die ولا dead if you want to water them لو انت ما سقيتهمش او ما اديتلهمش ميه. طبعا هنا دي قاعده من قاعده if لازم الجمله الاولى تكون مضارع بسيط والثانيه مضارع بسيط. هنا طبعا الفاعل بيكون جمع يبقى طبعا لازم اجيب فعل في المصدر فاختار طبعا كلمه die. رقم 2 بيقول how much oil كمية الزيت do you need اللي انت محتاجها فهو قال له we need نحن نحتاج ايه a few ولا a little. طبعا هنا كلمة little بتيجي مع الكميات الغير معدودة اما كلمة a few بتيجي مع المعدود فطبعا هنا الزيت طبعا ده غير معدود فاختار طبعا كلمة little. تعالوا بقى نقلب ونكمل حل الامتحان. بعد كده رقم 8 سؤال الترتيب. اول واحده هنا جايب لي جمله بدأ بكلمه وي هيجي ورا فعل طبعا يبقى وي فيزيت نحن نزور ايه طبعا اور كازنز يعني ولاد عمنا ان اسوان يعني في مدينه اسوان. رقم 2 برضو جمله بدأ بكلمه داليا هنا بيقول داليا هيجي ورا طبعا فعل يبقى داليا از ايه طبعا جوينج تو يعني سوف ايه ميك تصنع ا بلاي ليست يعني تعمل قائمه اغاني. 3 ماركو بولو برضو جملة هيجي وراها فعل يبقى ماركو بولو ووز ماركو بولو كان ايه طبعا ان ايطاليان اكسبلورر يعني مستكشف ايطالي. طبعا حليناها في امتحانات كتير. رقم 4 هنا بيقول لي ات وبرضو جملة يبقى هيجي وراها فعل يبقى ات ووز انها كانت ايه طبعا a very difficult journey يعني كانت رحلة صعبة. اخر سؤال معانا بقى سؤال الايميل. هنا جايب لي بيقول write an email اكتب ايميل to your friend عصام لصديقك عصام about your visit to New York عن زيارتك لمدينة نيويورك. يبقى انا خلاص هنا انا عرفت انا هكتب ايه في السبجكت او في العنوان. طبعا هكتب my visit to New York يعني زيارتي لمدينة نيويورك. تمام. بعد كده بيقول your name is ماجد انت اسمك ماجد your email address دي الحته اللي تهمنا بقى your email address يعني اسم الايميل بتاعك is بيكون من بعد is بقى الحته دي كلها هكتبها طبعا في كلمه ايه في كلمه from يعني من اللي هو هنا يبقى انا هكتب هنا ماجد 70 at hotmail.com يعني ماجد 70 at طبعا hotmail.com.
تمام نكمل. هنا بيقول لي your friend's email، يعني ايميل صديقك is بيكون اسمه ايه بقى؟ هيكون اسمه عصام هاني @hotmail.com. يبقى طبعا دي هاخدها على بعضها كده وهكتبها في كلمة to يعني الى. تعالوا بقى نشوف هنتكلم ازاي عن الايميل ده. اول حاجة طبعا هقول دير عصام، الحاجة اللي انا ببتدي بيها الايميل عادي جدا، هقول له عزيزي عصام، وهبتدي بجملة افتتاحية هقول له how are you يعني كيف حالك. بعد كده بعمل الكويستشن مارك بتاعتي عادي جدا، وبعد كده هكمل بقى وهقول ايه، انا بكتب لك علشان احكي لك عن كذا. الحته دي ثابته معانا في اي ايميل بنكتبه، اللي هو الجزء ده لحد كلمه about. يبقى هقول ايه I write، انا بكتب to tell you لكي اخبرك about عن ايه بقى؟ طبعا عن my visit to New York، عن زيارتي لمدينه نيويورك. هتكلم بقى عن مدينه نيويورك بالحاجات اللي انا كنت عارفها وكنت واخدها في الوحده الرابعه. هنا طبعا هنتكلم نقول ان هي طبعا مدينه جميله او مدينه رائعه، يبقى هقول اتس ا فانتاستيك سيتي، هي مدينه طبعا رائعه. هقول طبعا ان هي كان فيها خط سكه حديد قديم وطبعا اتحول لحديقه خضراء كبيره، يبقى هقول there was يعني كان يوجد an old railway line. an old railway line يعني كان يوجد خط سكه حديد قديم، لكن ايه اللي حصل؟ هنقول but the local residents اللي هم السكان المحليون. السكان المحليون قرروا ايه؟ يبقى هنقول decide، قرروا طبعا ان هم يعملوا تو تشينج، ان هم يغيروها لجرين بارك يعني لحديقه خضراء كبيره. هنقول بعد كده هو قال لي برضو اتكلم عن الطعام، هقول طبعا ان الطعام جيد لكن الطعام المصري بيكون افضل، يبقى هقول the food is good يعني الطعام بيكون جيد here هنا، but طبعا لكن the Egyptian food يعني الطعام المصري is better يعني بيكون طبعا افضل من الطعام الامريكي. واخر طبعا حاجه في الايميل هكتب هنا كلمه يورز يعني صديقك كذا، وبعدين هكتب اسمي اللي هو اسمه ماجد، يبقى يورز ماجد. كده طبعا يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح. اتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.